95% من مشاهير السوشيال ميديا كدابين. عامل ايه يا عسل؟ انا حابب فكره المايك دي، ما تسالنيش ليه. والنهارده يا سيدي 31/12، يعني راس السنه بتاعت 2022، وانا ما غبتش عنك عشان حاجه. انا بس كل الموضوع ان انا اتسحلت في كام حاجه كده في اليومين اللي فاتوا دول. من ضمن الحاجات يعني الجديده اللي انا جايبها لك بمناسبه الفيديو المستقبلي ده، ان الجواز دلوقتي بقى صعب يا سيدي. دلوقتي بقيت لازم عشان تتجوز هتدفع للعروسه وتدفع للحكومه، تدفع للاثنين. خلاص. دي حاجه من الحاجات اللي ايه في اليومين اللي انا غبت عنك فيهم دول، بمناسبه ان انا قعدت كذا يوم ما بنزلش. انا كنت متفق معاك ان انا انزل لك كل يوم فيديو اقول لك فيه ايه اللي بيحصل في الدنيا، احنا فين دلوقتي. خلاص. ده من ضمن الحاجات اللي اتعرفت في الايام اللي فاتت دي، ان الجواز ايه بقى صعب يا سيدي. فانت ليلتك زرقاء وما نعرفش انت ممكن تتجوز على سن كام، فلحد ما تشوف هتتجوز على سن كام، فانت البدايه من دلوقتي. شوف بقى من الفيديو ده لحد ما نوصل. طيب دي حاجه. أه الحاجه التانية يا سيدي ان انت، تعال اقول لك بقى كلام. ماشي. كلام انت نفسك تسمعه. خلاص. بص يا سيدي، بما ان انا واحد من مشاهير السوشيال ميديا، فتعال اقول لك ان كل كلامك كمشاهد صح. يعني كل، او مش كل، بلاش نعمم برضو الفكرة. تعال نقول ان 90 95% من مشاهير السوشيال ميديا كدابين. ده بجد، والله العظيم. وليه كدابين؟ لان انا واحد منهم. ماشي. بس انا مش كداب وما عملتش اللي هم بيعملوه نهائي. ويمكن ده سبب من الاسباب ان انا ما اتشهرتش الشهرة الكبيرة او استمريت، بسبب ان انا مش عارف اكون قذر بمعنى ادق. فليه كدابين؟ هقول لك. لما حد يعمل خناقة ما بينه وبين صانع محتوى تاني، ده متفقين. خلاص. حطها كده في بالك وانت عارف وبتقول، بس ما حدش اكدها لك وانا جاي اكدها لك. متفقين. خلاص. عرفت منين يا عم رشاد؟ هقول لك يا عم العسل. بص يا سيدي، انا موجود على جروبات بتاعت صناع محتوى، بنتفق مع بعض على الترندات. ولو تلاحظ لو انت متابعني، انا واحد من صناع المحتوى عمري ما شاركت في ترند، او عمري ما شاركت في خناقه، او عمري حتى ما عملت مع حد او صانع محتوى حاجه. ليه؟ لان انا مش حابب اكون بضحك عليك كمشاهد. فدي حاجه من الحاجات. الجروبات دي انا موجود عليها وبفضح الدنيا خلاص. بس مش هقول مين اللي على الجروبات، ومش هطلع لكم سكرين شوتس بالكلام ده، لان اللي فتحه اللي فتحه ربنا، لان اللي ستر ربنا انا ما افضحوش. بس ده بيحصل. بيحصل. وبنعمله ليه؟ بنعمله علشان الريتش. ده بجد. بنعمله علشان يقول لك اصل الريتش واقع، ما تيجي نسخن الدنيا. يعني نعمل ايه يعني؟ تعالى يا عم، انت خش اشتمني وانا اخش اشتمك والدنيا تسخن، اكتب لك كومنت ترد عليا، اكتب لي كومنت ترد عليه، وهكذا. وكل ده ليه؟ علشان الشهرة او الترند. فانت كمشاهد انت صح عامة، يعني ده بيحصل. غير الجروبات، بنتفق كمان عادي في العادي كده كده. ممكن اتصل باي صانع محتوى صاحبي، يا معلم عامل ايه، اخبارك ايه، الدنيا ماشيه معاك؟ لا والله واقعه، تعالى نعمل اي حوار. طيب دي حاجه. الحاجه التانية، صانع المحتوى اللي يقول لك اكتئاب اكتئاب اكتئاب، يقعد يقول لك ان انا مكتئب، يقعد يقول لك ان انا مكتئب. هو في يا ابني انت حد مكتئب يقعد يقول لك انت مكتئب؟ يعني انا مكتئب؟ يعني انا في حد عمرك شفته مكتئب، يعني مشهور مكتئب وعمال بيصور فيديوهات؟ طب انت مكتئب ازاي بتصور فيديوهات؟ فاهم قصدي؟ ده كمان عايز اقول لك بيضحك عليك، والله العظيم بيضحك عليك. ليه بقى؟ ده كمان بقى محتوى، ان انت تبقى مكتئب قدام الناس وتبين قد ايه حياتك سودة، وقد ايه انت وحداني، وقد ايه انت ما خلاص الدنيا كلها جايه عليك، بس انت مشهور عادي. ف... وحياتك وبتصور كتير، يعني عادي انت بتصور دايما، فاهم؟ ودايما بتصور اكتئابك، معرفش ازاي. يعني انت مكتئب مش طايق الدنيا والدين وكل حاجه، بس انت بتصور عادي. ليه بس انا بصور وانا مكتئب، فاهم؟ انا بصور اكتئابي، انا بطلع اكتئابي ده في الفيديوهات. لا يا راجل. طب ما انا واحد من صناع المحتوى مكتئبين، يعني مين مش مكتئب؟ مين في العالم مش مكتئب؟ الاكتئاب ده اصبح مرض العصر. ف مكتئب بتصور ازاي؟ معرفش. فالاكتئاب ده عامه ليك كمشاهد، يعني ده راجل بيضحك عليك وبيتاجر بيك، بيتاجر باوجاعك، اللي هو بيشوفك انت كده كده مكتئب كمشاهد. مكتئب بقى بسبب ان في قله فلوس، مكتئب ان انت
مش نفس اللايف ستايل بتاع المشهور ده. اللايف ستايل دي يعني العيشه بتاعت المشهور، لان اغلبيه المشاهير على فكره بيمعروا. يعني ايه؟ هم على فكره ولا معاهم الفلوس دي مثلا، مش كلهم يعني، في طبعا كتير جدا معاهم فلوس كتير جدا بيكسبوا كويس جدا، بس اغلبيتهم بيعيشوا الدور. يعني بيبقى ولا دي عربياتهم ولا ده لبسهم ولا ده بيتهم ولا اي حاجه، هم كل حاجه رسمينها علشان المنظر العام يبقى اسمه مشهور او انت. يعني يوريك على الانستجرام ان هو بيركب عربيات وعايش في بيت عامل ازاي وبتاع. البيت ده مثلا تلاقيهم اجروا عادي جدا، مش قصه على فكره، بيأجروا في، يعني مش هقول لكم فين الاماكن كمان لان الاماكن كمان عارفها، ف عشان ما نفضحش الدنيا قوي يعني. بس في اماكن محدده لينا كصناع محتوى بنروح نأجر فيها الشقق دي، وجاهزه ومفروشه وزي الفل ولوكس وعلى المفتاح، فاهم ازاي؟ روح يا باشا وعيش. يحسسك في ثانيه الا ثانيه ان الراجل ده فجاه عشان بقى عنده مليون على التيك توك خلاص بقى عمرو دياب فجاه. طب ازاي ده عمرو دياب فجاه وانا عايش في شقه فاضيه زي دي؟ يعني مش منطقي، صح؟ ازاي يبقى في يوم وليله فجاه ما كانش معاه حاجه فجاه بقى معاه عربيه؟ لا 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 لا. ليه يا معلم؟ وانت ايه يا معلم؟ في تاجر اثار؟ مش طبيعي يعني، فاهم ازاي؟ فاصبح الناس بتكتئب بسبب ان هي بتشوف ان الناس اللي على السوشيال ميديا بيشتروا فياخدوا فلوس ويعملوا مش عارف ايه. مش كله، مش كله يعني. في ناس قالت لي مثلا يوم ما وصلت مليون على التيك توك مثلا، قالوا لي ايه يا عم؟ ايه ولعنا فلوس؟ قلت لهم ولعنا فلوس ايه؟ قالوا لي انت خدت $10,000 يا عم. قلت لهم $10,000 ليه؟ قالوا لي عشان وصلت مليون على التيك توك. قلت لهم طب تمام، انا مبدئيا يا ابني اسكت بقى، عايز اسجل يا ابني. ماشي. قلت لهم تمام بقى، فانا لو خدت $10,000 خلاص كنت شغال مع ابويا في المول وكده عشان نخلص. المهم، فقلت لهم انا دلوقتي لو معايا $10,000 هقعد معاك واشتغل في المول ليه؟ مش منطقي، صح؟ وكان زماني بقى في حته تانية وجواكت جلد وشغلانه. انا كرهت حياتي والله العظيم، والله العظيم كرهت حياتي. لا ومعدي ببطء بقى، لا بلا ليه لا بلا دا بلا. يا عم ارحمني. المهم بتاع ده شغال شغال. المهم، آه فدلوقتي اصبح الناس بيتاجروا بيك نفسيا وبيتاجروا بيك عاطفيا وكل الكلام ده. برضو من الحاجات التانية انه ساعات كتير على فكرة بيبقوا مش متجوزين. دي بقى الصدمة التانية، كتير مش متجوزين. هو يقول لك احنا متجوزين خلاص عشان يعملوا ترند، انت متخيل؟ عشان الريتش، فاهم؟ ويبتدوا بقى ايه، هي تبين حياتها وهو يبين حياته ونعيش بقى، فاهم ازاي؟ ما هو ده اسهل حاجه، ان انت تجيب بنت وتطلع والكلام ده كله. ده بالاتفاق على فكره بيبقى زي ما تقول كده ايه، يعني انا وصانعه المحتوى، المفروض ان هي صانعه محتوى وانا صانع محتوى، نصنع بقى محتوى. خلاص ونتشير. ماشي، والله عجبنا الموضوع نبقى نتجوز، ما عجبناش الموضوع نبقى ننفصل، وبرضه الانفصال ترند. فاهم؟ يعني هي كده كده كسبانه، فاهم؟ مش خسرانه يا معلم، عادي مش قصه، فاهم؟ ما عادش فيه فكره ايه لا عيب وحرام وما يصحش ولا لا لا عادي. يحرق العيب والحرام. انا عايز اتشير، انا عايز فلوس، فاهم انت؟ طيب دي برضه من الحاجات اللي باين لك قد ايه ان هو سعيد جدا في كل فيديوهاته. اعرف برضه ان ده كذاب، مبدئيا كذاب. هو مش بيبين لك غير كده، او بيحاول يكون لذيذ وكيوت والكلام الفاضي ده. برضه اللي بيقعد يقول لك قال الله وقال الرسول، ده عايز اقول لك برضه ده من ضمن الناس بيبقى بيعمل محتوى كده وهو بيروح يسكر بالليل، ماشي؟ وبرضه دول ناس انا اعرفهم مشاهير على فكره كمان. والافيه ان انا معايا فيديوهات ومعايا صور ومعايا اكونتات ومعايا، وانا موجود على جروبات واتساب بتوع يا لا. بس انا ليه بقول لكم ده دلوقتي؟ لان انا اكتشفت مؤخرا ان انا ممكن اكون واحد من المشاهير دي. على فكره انا مش مقتنع ان انا مشهور اصلا مع العلم، يعني انا كل اللي مقتنع بيه ان انا محتاج اقدم لك حاجه انا بحبها، او محتاج اقدم لك حاجه انا نفسي كمان اشوفها بشكل جميل مش اكتر. فمش حابب اضحك عليك، مش حابب ازور لك اي حاجه بتوصل لك مني. برضو مش حابب ان انا اوريك حياتي الشخصيه لان هي فعلا ما فيهاش اي حاجه مثيره على فكره. يعني حياتي كمشهور زيك بجد، زيك يعني، ما بعملش اي حاجه. بروح الشغل برجع من الشغل عادي، فاهم؟ مفيش بقى على فكره
فكره ان هو طول النهار تلاقي صانع محتوى ده بيسافر في دبي، ده بقى وقاعد هناك، مش كلهم يعني، فاهم قصدي؟ مش كلهم بقى في طبعا، انا معاك ان في طبعا كتير، بس مش كلهم. خلاص، في كتير قوي بقى معهمش حاجه او عاديين جدا، خلاص، بس هم راسمين الشكل اللي المفروض يترسم. عارف انت اللي هو زي مثلا ايه؟ فاكرين انتوا ادوارد لما طلع في الفيلم بتاع رامز جلال، كان عمل مثلا مشهدين كده احمر على بيه بطيء، فمشي بقى هو في الحياه بيتعامل على انه ايه؟ نجم. فاهم انت؟ هو كده كده نجم، هو معهوش جنيه، معهوش حاجه، بس هو لابس كويس، عامل شعره كويس، تمام التمام، يخش على الراجل اداء النجم اللي هو عامل انت تعرفنيش ولا فاهم؟ وهو تلاقي مثلا كل اللي عملوا مشهد بالظبط نفس اللي عندنا دلوقتي، ولكن تلاقي مثلا كل اللي عنده 100,000 فولور مثلا مجننين، يحسسك ان هو بس خلاص. وعايز اقول لك على حاجه، في كمان دلوقتي اصبح ان في مشاهير، انا ما اعرفش هم ازاي يعني انا واحد من الناس بيتقال عليا مشاهير، بس ما اعرفش، انا مش شايف ده، بس اوكي تمام، انا عادي، انا شخص عادي بعمل حاجه بحبها. بس تخيل ان في دلوقتي يقول لك ايه؟ مدير اعمالي، اتفق مع مدير اعمالي، عنده كام بقى اللي انا بتفق معاه عشان مدير اعماله ده؟ عنده 2 مليون مثلا، ومدير اعمال. امال كريستيانو يعمل ايه؟ يعني انت عندك 2 مليون ومحيرينك، فاهم؟ ومدير اعمال يعني ماشي ماشي، ايه ودينا سبوبه، فاهم؟ فانا بقى خايف مع الوقت الناس تبتدي تفرض انه كل واحد بقى يجيب له عربيه ليموزين ياجرها بقى وبتاع ويعيش. لا، صانع المحتوى مش هو ده اساسا، خلاص. وانت كمشاهد انت صح، مفيش حاجه من اللي انت بتشوفها دي صح. فزي ما قلت لك، اللي بيتفقوا على ترندات كتير، وانا معايا دلائل كتير، بس مش هعمل ده. واللي بيتاجر بيك نفسيا، زي الاكتئاب، زي البؤس بقى، وان الحياه بائسه، وان هو عايش وحيد والكلام ده، ما تصدقش الكلام ده، ده برضو يعني محتوى فيك، خلاص. وده انا بقوله عن صدق، ومحدش يقدر يكدبني في اي كلام انا قلته خالص. وان حد كدبني، يعني ان فكر حد يكدبني من المشاهير اضطر اطلع بقى ايه بالمستندات بس انا مش هعمل ده برضه. عامة في الاخر انت كمشاهد حاول تختار بجد، لانه الموضوع انت اللي بتخليه يطلع ولا لا. يعني انت اللي مخلي الناس دي تبقى هي المشاهير، هم دول المشاهير، او هم دول صفوة المجتمع المفروض في الفترة دي دلوقتي ولا لا. فركز انت بتشهر مين، او ركز انت بتدعم مين، وركز ان قصادك ده مش كله صح، لانه مش طبيعي خالص ان واحد يكون بيتخانق مع واحد فيطلع في فيديوهات، ومش طبيعي خالص في ان واحد يكون مكتئب وحزين فيطلع في فيديوهات، ومش طبيعي خالص في وسط الهم اللي احنا فيه ده كله واقعد اصور فيديوهات. مش طبيعي. فهو اكل عيش للناس دي، ومش بس اكل عيش، هو ترند، يعني هو بقى اصبح سلعة الناس دي بتحاول توصل بيها للشهرة وخلاص، على حساب ايه مش مهم، بيعمل ايه مش مهم. فركز، لان اصبح الموضوع ايه؟ من قلب 60 نيلة. فقشطة استناني بقى ايه فيديو جديد. هو الفيديو ده عامة كان للمشاهدين وليا للمستقبل برضه، يعني الاتنين في بعض، فانت بقى اختار اللي انت حابه منهم وبس، واتكل على الله. دلوقتي النهارده راس السنة، شوف هنعمل ايه، هبقى احكي لك بقى في الفيديو بتاع بكرة. اوكي، يلا سلام.